شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه طبختنا الجميلة، هذه النتيجة بالإبداع والتفنن في النفس في الطبخ، في الوصفات العجيبة، الوصفات السهلة الذي نشرحها لكم دائما بدون تخفي في سر أو نخبي عليكم وصفات، واضح كوضوح الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحباب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم راح نحضر لكم طبخة ووصفة جميلة جدا جدا، كبسة اللحم أو مضغوط اللحم بالطريقة الذي يبحث عنها كثير من الناس. الكبسة بالرز أبو بنت، الذي يشوف الرز المضغوط المازل الذي فيه موية، المضغوط في الرز الحب القصير، اليوم راح نطبقها لكم زي طريقة المطاعم تماما. عندنا لحم، كيلو لحم حاشي أو عجل أو غنمي، أي شيء متوفر معكم، أنا أفضل الحاشي. نحتاج للحم نحتاج ثوم، فلفل أسود، كركم، مشكل بهارات، البهارات السبعة، أيضا هيل وقطعة قرفة، وبالإضافة إلى بصل وطماطم وفلفل أخضر. هذا المرق. نطبخ اللحم طبخ طبيعي كأنك تطبخ طبخ مرق، طبخ عربي. هذه الوصفة الأولى للحم. بسم الله. نضيف الماء ونضيف اللحم ونولع الغاز. الآن طلع الزفر، نأخذ الزفر هذا، الزفر أو الزبد أو أي شيء تسموه، خلص منه كامل من أجل نحصل على لحم بعيد عن الزنخ. بالرغم قد غسل كويس، لكن هذا لازم يطلع، لأن هذا الدم الذي في ظهر العظم يلتصق ما يتغسل، فيطلع عندما يفور اللحم. خلاص، شوفوا الآن ما شاء الله ما شاء الله. يلا نضيف 6 فص ثوم، حبة بصل، حبة طماط مع 1 فلفل. هذا بالنسبة للخضار، نكتفي بهذا. البهارات حدود ملعقة مشكل بهارات، ربع ملعقة فلفل أسود، نص ملعقة كركم، والآن نشرب مرق. اليوم راح نشرب ايش؟ مرق. ونضيف حبتين هيل، بالإضافة إلى اللمسة السحرية البصل المحروق مطحون. شوفوا الآن ما شاء الله شكل المرق يشهي. الشكل يا جماعة والله خطير، والنكهة تهبل. الآن الخطوة الثانية، خلاص ساعة إلا ربع ونعود. بعد 40 دقيقة ما شاء الله اللحم جاهز. شوفوا ما شاء الله الشكل، واللحم يعني 3-4 استوى، بس يستوي الباقي مع الرز. الآن نستفيد منه، نشرب مرق ويصير معنا لحم مزبوط، الطعم مزبوط من الداخل مع اللحم. طبعا ما ضفناش الملح، صح؟ نضيف الملح الآن. يلا نضيف نص ملعقة ملح ونولع عليه لما يتداخل الملح. أما للرز نحتاج بصل، طماطم، بسباس عدني منقوع، هذا أساسية الكشنة. رز مصري، رز أبو بنت مغسول ومنقع لمدة ساعة، قرفة وهيل وزر، مشكل بهارات، زيت زيتون، بالإضافة إلى إضافة مني شخصيا بطاطس. طيب، أول شيء نصب الزيت، زيت زيتون، حمينا الزيت، نضيف البصل،
هذه الخطوات لازم تركزوا عليها يا متابعين. احنا متابعين كما عودناكم دائما ان احنا ما نتحفظش باي سر او اي معلومات في الطبخ. هنا اسرار الطبخ الذي سنضيفها والطريقة التي نتعامل معها في الطبخ. ركزوا معنا. يلا طبعا هذه الخلطة حق الرز ما في صلصة، معجون طماطم ما في، طماطم، فلفل عدني 5 منقوع، بالإضافة إلى ملعقة مشكل بهارات، البهارات ال7 الذي موجودة في قناتي، البهارات ال7 الذي بحث عنها يشوفها على طول. هذه طبعا أجمل بهارات الكبسات والإدامات، شيء خيال. يلا نضيف البطاطس. طبعا البطاطس مع الكبسة يا سلام، شيء خرافي. ما شاء الله. طبعا البصل لازم يتحمر، لازم البصل يصير كذا بني غامق، يحترق ما في مشكلة، المهم النكهة ما تطلع، نكهة الحريق ما تطلع، يعني يتحمر على نار هادئ ما تطلع نكهة حريق. البطاطس يتحمر شوية. نضيف الآن البهارات الصحيحة. الذي عنده ليمون يضيف ليمون ورقة، أنا للأسف ما كان موجود، والثوم المعصور، ونحمر شوية لما يأخذ النكهة. طبعا زي ما قلنا لكم هذه التحميرة التي تعطينا لون الرز بني، والبطاطس أيضا يعطينا نكهة وطعم للكبسة خرافي لما يتحمر مع الرز. وهذه الخلطة التي ضفناها نضيفها الآن. يا سلام سلم، يا سلام سلم. طبعا طبيعي أي خلطة تضيفها من طماطم أو صلصة أو أي شيء لازم تتسبك. فإحنا الآن إيش نخليها تتسبك. كم تتسبك؟ لمدة 10 دقائق على نار هادئة تتسبك ونرجع لكم. طبعا هذا ما شاء الله اللحم بعد ما صار جاهز، نخرج منه هذا المرق يكفي. وهذا الرز عندنا مليان الكوب هذا، راح نستخدم نص الكمية مرق ونص الكمية ماء. طبعا الكمية الرز قبل التنقيع نص هذه الحافظة، وهذا عندنا قد تسبك. شوفوا ما شاء الله، لازم تتسبك بهذه الطريقة. نضيف الماء، صبينا الماء. بعد ما صبينا الماء نشوف المرق بدأ يفور معنا، نضيف اللحم. طبعا الآن خلاص الأمور جاهزة، نضيف المرق. ضفنا الماء بالأول لأن الماء بارد، فما يصلحش نضيف الماء واللحم ساخن في نفس الوقت، فلازم يكون المكونات كلها حارة. شوفوا ما شاء الله. الآن نخليه يغلي مع بعض لمدة 2 دقيقة مشان يتجانس الطعم مع اللحم كامل. يلا بعد ما غلى معنا نضيف الرز. طبعا يقولوا لي ليش ضفت ماء وعندك مرق؟ كمية الرز قليلة، وإذا ضفنا المرق كامل بيصير كله زيت، فلذلك لازم نعدل كمية الماء مع الرز. شوفوا الكمية كيف ما شاء الله تبارك الله، يعني حقه بالملي. زي ما قلنا لكم قبل النقع يكون عندنا كوب رز، نضيف كوبين ماء ومرق. هذا المقدار لهذا الرز. طبعا المرحلة الأخيرة نضيف الملح واللمسة بهارات فلفل رومي، يعطينا نكهة مزبوطة. خلاص نعطيها تقليبة. يا سلام سلم، يا سلام. شوفوا الآن المرحلة هذه أول ما يبدأ معنا ينشف، تبدأ معنا حبة الرز تبان، نسكر الضغط، يصير أمورنا جاهزة. طبعا الملح ضيفوا طعمه على حسب الكمية التي تطبخوها. طبعا نحسب له من الحين خلاص. بعد المرحلة هذه نحسب له كم 10 دقائق أو 12 دقيقة على نار هادئة.
كان 15 دقيقة. يا سلام والله. يا ليلى على الريحة يا ليلى. يلا شباب، الحمد لله صار أكلنا جاهز. ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا المطلوب، هذا المطلوب، هذا الزين يا زين، هذا الزين يا زين. ما شاء الله تبارك الله. هذا المضغوط الزين. بسم الله. نبدأ من أين؟ نبدأ من وين؟ ولا نبدأ من السلطة الحار؟ هذه إن شاء الله الحلقة القادمة ننزلها لكم. ولا من وين؟ ولا من وين يا شباب؟ هذا الذي يسمن، هذا الذي يسمن. بسم الله بسم الله. يا سلام يا سلام. والله طعم لا يقاوم. ما شاء الله تبارك الله. تابعوا الوصفة وتبصرون المفاجآت بالطعم واللذاذة.